الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دواعي السرور والسعادة أن نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة إتماما بفعاليات مسابقة الحفظ والتجويد لطلبة المدرسة القرآنية عقبة بن نافع لمسجدنا العامل هذا، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق جميعا. المسابقة بإذن الله تبارك وتعالى اليوم كما هو متقرر تكون في الحفظ والتجويد لفئة 45 حزب وفئة 30 وفئة 15 حزب وفئة 10 أحزاب. كذلك عندنا صنف آخر في هذه المسابقة وهي مسابقة في القراءة فقط بالأحكام من خلال القراءة من المصحف إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن دون أن نطيل عليكم نفتتح بإذن الله تبارك وتعالى هذه الجلسة بقراءة برع من براعم هذه المدرسة، وهو الطالب عبد الرحمن عمران، فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله. بارك الله فيك طالب عبد الرحمن، جزاك الله كل خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك.
ولقد خلق وإن ربك هو يحشرهم إنه عليم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبما أغويتني قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. حاول ما تستطعش الوقت كامل تركيزي على الاحكام تاعو محاسبون على الحفظ وفقط. يعني كي تقرا بالتحقيق راك تركز مع الاحكام هذا يستغرق منك الرغبه والتركيز. اقرا بالحذر وركز مع الحفظ اكثر من التركيز لانك لا تحاسب على الاحكام. هذا الفرق وهذه الفئه خاصه بالحفظ فقط. نعم. اما الفئه الاخرى خاصه بالتجويد فقط. الآن ننتقل إلى المتسابق الثاني فئات التجويد من المصحف، وهو المتسابق خالد مسعودي، فليتفضل مشكورا على مطلوب.
أعوذ بالله اقرأ من قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا من سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم